أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد حقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن على أعتاب ذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أعتاب تلك الحادثة الأليمة، حادثة جرح الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي أدت إلى استشهاده صلوات الله وسلامه عليه بعد يومين. أتقدم بأحر التعازي إلى الأمة الإسلامية أجمع، ولشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خاصة، وبالأخص لعلمائنا الأعلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأقول لهم: عظم الله أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الجلل الذي عانينا ولا زلنا نعاني من تلك الحادثة وتلك المصيبة، بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المصيبة من الناحية طبعا التي نعيشها، من الناحية المادية. ولو تطلعتم وتوغلتم في الحقائق لوجدتم أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد ضرب نفس الضربة على صعيد التاريخ ومحاولات التشويه والتنقيص وكتم الفضائل التي وردت بحقه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهرانيهم، يأتيه بعد أن أوصى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه النعمان بن الحرث الفهري، هذا يقول له: هذه منك أم من الله؟ يقول: من الله. يقول: إذا كان ما يقوله محمد صحيحا اللهم فامطر علينا حجارة من السماء. ورسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهرانيهم، فكيف به وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قد فارقت روحه الحياة وبقي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندما كنت أتطلع وأتتبع تلك الصفحات، صفحات التاريخ، وما حدث بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ضربة واستشهاد وجرح وإلى آخره، توقفت لوهلة وقلت: هل يمكن أن تكون هذه الضربة أقل شأنا من الضربة التي حصلت عليه من ناحية التاريخ ومن ناحية المبغضين؟ فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد ميز بهذه الميزة، ميزة محاولة كتم الحقائق. موضع شاهدي من ذلك، ونحن على أو في دراسة مستمرة حول ما يسمى بصحيح البخاري، وكان حريا أن يسمى بضعيف البخاري، من الروايات الموجودة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. والسبب في ذلك يا أخوتي أن أبا سفيان لعنة الله عليه عندما لم يستطع الوقوف بوجه النبي صلى الله عليه وآله، وهذا تحليلي في المقام، لم يستطع الوقوف بوجه الرسول صلى الله عليه وآله من الناحية العسكرية، ماذا فعل؟ أراد أن يخترق جدار الإسلام تحت عنوان الإسلام، وهذه أخطر نظرية حصلت. فبدأوا يؤسسون لهدم رسالة النبي صلى الله عليه وآله. والعامل الآخر
عندما أخذوا الخلافة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسرقوا الرسالة المحمدية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله عن طريق السماء، ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يكتموا تلك الحقائق عن الناس، فماذا فعلوا؟ لجأ الخليفة عمر بن الخطاب كما يعبرون عنه، لجأ عمر بن الخطاب إلى كتم الحديث ومنع كتابة تدوين السنة النبوية. وليت شعري لو نحكم عقولنا وندخل السكينة إلى صدورنا ونتوقف لوهلة ونسأل عقلا، إن الله عز وجل كما في الروايات أن العقل حاكم علينا، لنسأل العقل الفطري للإنسان ما هي الحكمة من منع تدوين السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وآله، وما هي الحكمة من كتم تلكم الحقائق؟ البخاري يبين لنا، سأذكر لكم ماذا فعل عمر بن الخطاب عندما سمع أحدهم قال، سأبين لكم ذلك عندما حاولوا أن يكتموا حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا اللحاظ لو قلنا أن البخاري هو من النواصب لما كنا مبالغين في ذلك. لماذا؟ لأن الرجال الذين روى عنهم فيهم من النواصب، وأيضا كان سواء شعر بذلك أو لم يشعر بالمناسبة. لماذا؟ لأن البخاري كان حاضنة لتلكم الروايات المختلقة الموضوعة، احتضن تلك الروايات وفتح المسار للأمة الإسلامية بأن يتعبدوا بتلكم الروايات. واستطاع أبو سفيان لعنة الله عليه ومعاوية لعنة الله عليه وهذه النخبة أو هذه المجموعة أو العصبة عليهم لعائن الله، استطاعوا أن يبثوا السموم في هدم جدار الإسلام. كيف؟ ما استطاعوا أن يقفوا عسكريا بوجه النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لنهدم الإسلام من الداخل. كيف هدموه يا ترى؟ صوروا رسول الله صلى الله عليه وآله بأضعف الصور، وهذا هو البخاري. لو يتتبع المتتبع ويرى ما موجود في البخاري من الأحاديث التي تروي طبعا مسألة تعدد تعابير روايات اشتراك النبي صلى الله عليه وآله مع عائشة في قضية الغناء. لذلك ترون أن شيعة آل محمد مرفوضون. تعرفون لماذا؟ شيعة آل محمد مرفوضون، سيبقون مرفوضون حتى يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لأن وجودهم تعرية لتلكم الروايات التي أساءت بحق النبي. أبو سفيان يريد أن يمرر رسالته عن طريق السفيانيين الموجودين، فماذا يفعلون؟ وجدوا حاضنة، وكانت أرضية البخاري أرضية خصبة لاحتضان الفكر السفياني وتحقيق المآرب التي أرادها أبو سفيان. كيف يهدمون الإسلام؟ صوروا النبي صلى الله عليه وآله بأبشع الصور. تعددت روايات وكلها عن عائشة. انظروا، تعددت روايات اشتراك النبي صلى الله عليه وآله في مسألة الغناء. مرة يضع خد النبي صلى الله عليه وآله على خد عائشة. بالله عليكم، ليكن الإنسان شجاع لمرة واحدة.